شوها ما فسد صومك، لأنه كلياته ريحة. أما عين الدخان، قاعد جنب مني واحد بالمكروه، نعم، في بيده سيكارة مفطر، أنا مالي منتبه عليه مثلا، يعني شحط شحطة من السيكارة، أنا بدي أسأله قديش الساعة وبدي أحكي معه، راح نفخ الدخنة كلياتها بوشي، شميت ريح دخان، ما فسد صومي. أما إذا بتمي قاعد جنب منه، النفخة الثانية بتفسد صومي، لأنه النفخة الأولى كانت نعم دخول، الثانية إدخال بصنعي، خاصة إذا واحد بيدخن. فإذا وجدنا واحد عم يدخن وهو صايم بصير بيعمل هيك مشان يجي يدخن ريحة السيكارة اللي عنده، اي نعم، يكيف يلا صيد بدون صيام. إذا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ. العمد والخطأ هذا إيش عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي اي نعم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إنسان عم يتمضمض من الصيام، عبى تمه مي، اي نعم، حرك المي بتمه. شو تعريف المضمضة؟ تحريك الماء في الفم، بده يتفون قام بلعون. عند الإمام الشافعي ما فسد صومه، عند الإمام مالك ما فسد صومه، عند الإمام أحمد ما فسد صومه، عند أبو حنيفة فسد صومه. ليش؟ هن أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ، وهذا رجل أخطأ بده يتفون قام بلعون. فأبو حنيفة ما وصلوا الحديث، وصلوا، لكن ليش عنده بيفسد الصوم؟ لأنه عنده الحديث له تأويل آخر، اي نعم، فعنده بالنسبة له اي نعم رفع عن أمة الإثم وبقيت صورة الفعل. يعني هلا اللي فسد صومه ليس بآثم، بس فسد صومه، شرب مي، بده يقضيها اليوم عند أبو حنيفة. فالخطأ اي نعم بالنسبة عند الحنفية اي نعم يعني بيفسد الصوم بطنا أو ما له حكم الباطل. ايه ايه لا، ما تمضمض، مع انه المضمضه ما بتفسد الصيام، لانه الفم من خارج الجسد مو من داخل الجسد. واحد بدوي مره اجى عند شيخ قال له والله يا سيدي لو ما المضمضه برمضان كنا تبهدلنا. تالي بيتمضمض بيبلع نص الميات بتف نصهم، اي نعم، بيتمضمض ثلاثا مشان السنه، اي نعم. بطنا أو ما له حكم الباطن. سيدي خذ كاس شاي لعند، ما بدي أنا شاي، خذها لعند زوجتي لفوق، زوجتي معلمتي معي، فلذلك خذ لها كاس الشاي إلها وخذ لها كرسي، ما بيقعدوها على الكراسي.